في هذا الفصل ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى المقاطعة التي تبناها وقام بها المشركون كمحاولة للضغط على من كانوا يؤازرون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويعاونونه، ولجأوا إلى هذه المقاطعة لأنهم رأوا أن دين الله سبحانه وتعالى في ظهور، وأن أتباع هذا الدين في ازدياد، وأن كلمتهم في علو ورفعة، وأن الإسلام بدأ يتسلل ويدخل إلى بيوتاتهم في الأولاد والنساء وغيرهم. ووجدوا أيضا أن أناسا كانت لهم قوة وهيبة ومكانة في قريش من الكفار دخلوا الدين وأعلنوا ذلك دون استخفاء ودون خوف، كإسلام حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان في إسلام هذين الرجلين عز لدين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فكان أن أسلم عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث أيضا ثابت من حديث عائشة، والحديث الأول من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، خصه بالدعاء. استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في دين الله، مع أنه كان من أشد الناس عداء للدين وأهله وإيذاء لأهل دين الله وتعذيبا لهم، حتى قال ابن عم عمر وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد رضي الله عنه زوج أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، يقول كما جاء في صحيح البخاري: إني لا أذكرني وأنا لموثق، أي مشدود بالحبال ومربوط بالحبال، أوثقني عمر على إسلامي. ربطه عمر بالحبال، ربط زوج أخته فاطمة بالحبال لإسلامه. وكان معروفا، وفي كتب السير تذكر قصص عنه في إيذائه لمن أسلم، لكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام، وكان معروفا بهيبته وقوته ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. فكان في إسلامه عز للإسلام والمسلمين. قد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لم نزل أعزة منذ أسلم عمر. فلما رأى المشركون ذلك ورأوا هذه القوة وهذا الظهور وهذا الانتشار لدين الله سبحانه وتعالى، عملوا على هذه المقاطعة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وكانوا طالبوا عمه أبا طالب الذي كان من أعظم الناس مؤازرة ومناصرة له، طالبوه بقتل النبي، وذكروا له أنه سفه أحلامهم وسب آلهتهم وغير في عقول النساء والأولاد. ذكروا له أشياء من هذا القبيل وطالبوا بقتله وأن يسلمهم له ليقتلوه. وحتى مما ذكر
أنهم قالوا تخير من شئت من أجمل الشباب وأشبهم وأحسنهم نعطيك إياه بدلا. فقال عجبا، أعطيكم ولدي لتقتلوه وآخذ ولدكم لأغذيه لكم؟ فأبى ذلك كله، فلجأوا إلى الحصار واتفقوا على ذلك. اتفقوا على الحصار، محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكل من كان معاونا له ومؤازرا له من مسلم أو كافر في شعب أبي طالب. وهنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قصة الحصار والمقاطعة، مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. هاشم والمطلب كما مر معنا سابقا ابن عبد مناف، ومر معنا أن أبناء عبد مناف أربعة: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. هؤلاء أربعة هم أبناء عبد مناف: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. أبناء هاشم وأبناء المطلب هؤلاء لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، فكانوا يدا واحدة. وشد منهم أبو لهب وهو من بني هاشم، شد منهم أبو لهب وبنوه، كما يأتي إشارة ابن كثير رحمه الله تعالى لذلك. وأما بنو هاشم وبنو المطلب عامة فكانوا يدا واحدة في الجاهلية والإسلام، ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حصلت المقاطعة والحصار صارت على الجميع، على جميع من كان مناصرا للنبي عليه الصلاة والسلام معاضدا له من مسلم أو كافر. ومسلمة بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تدينا، ونصرة من لم يسلم منهم من بني هاشم وبني المطلب كانت نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حمية، كانت نصرتهم له حمية. والله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالبر والفاجر، فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأقوام لم يكونوا من أهل هذا الدين، ومنهم من هداه الله وأسلم، ومنهم من بقي على كفره إلى أن فارق هذه الحياة. قال: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. ذكر هذه في مقدمة حديثه عن المقاطعة مشيرا بذلك إلى السبب أو أحد الأسباب البارزة لهذه المقاطعة، لأن الكفار رأوا أن دين الله سبحانه وتعالى أخذ في الظهور وأهله في الازدياد، وبدأ ينتشر ويفشو في الناس، وأعيان من الكفار ذوي الشوكة والقوة دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فأقلق هذا الأمر كفار قريش وأزعجهم غاية الإزعاج، فعملوا على هذه المقاطعة. قال: فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل أن يقتلوه، حتى يسلموا إليهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أجل أن يقتلوه، وقالوا لهم نعطيكم من الدية ما شئتم ونجعل من يقتله رجلا ليس من قريش، وذكروا لهم أمورا كثيرة كلها محاولات باءت بالفشل، فاتفقوا على هذه المقاطعة وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، وكتبوا في ذلك صحيفة تعاهدوا فيها وتعاقدوا على هذه المقاطعة وأن تستمر إلى أن يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وإن لم يفعلوا ذلك يبقوا مقاطعين لهم معادين لهم محاصرين لهم إلى أن يحصل هذا الأمر. اتفقوا على ذلك وتعاقدوا وكتبوا كتابا وعلقوه في سقف الكعبة، وتعليقهم لهذا الكتاب من زيادة إمعانهم في هذا الأمر وتواثقهم عليه وبقائهم واستمرارهم عليه، ليبقى كتابا معظما عندهم. اتفقوا عليه وتعاضدوا وعلقوه في سقف الكعبة ليبقى له هيبة في النفوس، فيما لو فكر أحد أن يرجع يذكر هذا الكتاب الذي تعاقدوا عليه جميعا وعلقوه في سقف الكعبة. قال وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يقال أن الذي كتبها منصور ابن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. الذي كتب الكتاب دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فشلت يده. قال فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف كما عرفنا، ابن عبد مناف. وعرفنا أيضا أن أبناء عبد مناف أربعة، وهم هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وهؤلاء أو هذان هاشم والمطلب لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام، لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. قال مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وأبو لهب من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو والد النبي عبد الله، وأولاده معه. هؤلاء أبو لهب وأبناؤه انحازوا مع قريش ضد إخوانهم وبني عمومتهم مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ضد النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين، نحو من 3 سنين. و3 سنين في شعب ليست هينة، 3 سنوات محصورين في شعب واحد ليست هينة، يمنع عنهم الطعام والشراب والغذاء ومقاطعة تامة. وكان بعض من يعطف عليهم من قرابتهم يتسلل خفية في الليل، وإذا اكتشف أحد منهم يفعل ذلك نكل به غاية النكال. فكان بعض من يعطف عليهم من قرابتهم يتسلل ليلا ببعض الشعير أو ببعض القمح يوصله إلى قرابته ويرجع ليلا. وبقوا على هذا الحصار في شدة وضنك وأمر عصيب
مدة 3 سنوات. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة، عمل أبو طالب قصيدته المشهورة، وهي قصيدة طويلة، بعض من كتبوا في السير أوردوها كاملة، منهم ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيرهم، لكن اقتصر هنا ابن كثير رحمه الله على شطر لبيت واحد من هذه القصيدة، وهو قول أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. عبد شمس ونوفلا هؤلاء أبناء العم، أبناء عبد مناف، عبد شمس ونوفل ابن عبد مناف، أحد أو ابن عبد مناف، وعرفنا أنهم 4 أبناء. قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. هذه دعوة عليهم، دعوة من أبي طالب عليهم بأن يجزيهم الله عقوبة شر، أن يعاقبهم بعقوبة شر معجلة غير مؤجلة. دعا هذه الدعوة على أبناء عمه لأنهم فارقوهم ونابذوهم وعادوهم أشد المعاداة، وظاهروا قريشا عليهما، ظاهروا قريشا عليهما، على بني هاشم وبني المطلب. وبنو المطلب تميزوا عن عبد شمس ونوفل بالمناصرة، ودخلوا الشعب وصبروا على الحصار. ولأجل نصرة بني المطلب لبني هاشم وموالاتهم لهم شاركوهم في التشريف، لأجل هذه النصرة شاركوهم في التشريف بتسمية أهل البيت وفضل الكفاءة على سائر قريش، واستحقوا سهم ذوي القربى وتحريم الزكاة، إذ لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. وقد جاء في البخاري أن جبير ابن مطعم، وهو من بني نوفل ابن عبد مناف، وعثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس بن عبد مناف، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أعطيت بني المطلب، أعطيت بني المطلب، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. هم بنو المطلب، ونحن أحدنا من بني عبد شمس والآخر من بني عبد نوفل، من بني نوفل، فنحن بمنزلة واحدة، فأعطيتهم ولم تعطنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلحقهم هذا الشرف، لحقهم هذا الشرف. ولهذا جماعة من أهل العلم عدوا بني المطلب من آل البيت، عدوا بني المطلب من آل البيت، فليس آل البيت بني هاشم فقط، وإنما بنو المطلب الذين هم معهم لم يفترقوا عنهم لا في جاهلية ولا في إسلام، عدوهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من كان منهم مسلما فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش. ثم سعى في نقض هذه الصحيفة أقوام من قريش، جعل الله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم، مع أنهم قد تعاضدوا وتعاهدوا وكتبوا كتابا لا ينقضونه وتعاهدوا على ذلك، إلا
أن الله عز وجل قيض أناسا من قريش يعملون جاهدين على نقض هذه الصحيفة، فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش، أي سعى بين هؤلاء في نقض هذه الصحيفة، فأجابوه إلى ذلك، يعني حاول معهم بطرق شتى وذكر لهم أمورا وذكرهم بأشياء والقرابة ونحو ذلك والمعاناة التي يعانيها هؤلاء في الشعب، فاستعطفهم وحاول معهم إلى أن أجابوه إلى ذلك. قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة، وهي دابة حشرة صغيرة معروفة تأكل الورق وتأكل الخشب والحطب، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله، أكلت جميع ما فيها، كل ما كتبوه من معاهدات واتفاقيات وأمور أبرموها كلها أكلتها الأرضة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قومه ومنهم أبو طالب، وذهب وأخبرهم بهذا الخبر، وذهبوا إلى الصحيفة وجدوها فعلا أكلتها الأرضة ولم يبق منها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، يعني انفك الحصار والمقاطعة وانتهى أمرها، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام، يعني كان رافضا لذلك تمام الرفض، لكن رغما عنه نقضت هذه الصحيفة وانتهى أمر هذه المقاطعة. قال: واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة، يعني أن المقاطعة انتهت ورجع الناس إلى أوضاعهم في مكة والتعاملات وغير ذلك، فوصل الخبر إلى الذين بالحبشة أن قريشا أسلموا، ومر معنا قريبا من ذلك تصل الأخبار إلى الحبشة ليست مطابقة للواقع، وقد تكون يعني تسرب لمقاصد، فوصلتهم الأخبار أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة، فوجدوا البلاء والشدة. الحصار انتهى والمقاطعة انتهت، لكن المعاداة لم تنتهي، بل إن بعد انتهاء الحصار بوقت ليس بالطويل مات أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان موته سببا للازدياد، لأنه كان ردءا له بإذن الله سبحانه وتعالى في الصد من عدوان المشركين. فالشاهد لما رجع من بالحبشة وجدوا أن البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا السكران بن عمرو زوج سودة بن زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين. وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. ويكون بهذا ذكر ابن كثير رحمه الله ملخصا لهذه المقاطعة، وكيف أن أمرها انتهت، ودين الله سبحانه وتعالى لا يزال في عز وظهور وتمكين وتأييد بمن من الله سبحانه وتعالى ومد. نعم.